أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي اطبخ واتعلم. تعالوا بينا نعمل شوية فطاير سهلة وبسيطة وبحشوة اقتصادية وعلى قد الإيد، بدون لحمة بدون فراخ بدون الكلام ده كله. نزلت في طبق بمعلقة من الخميرة الفورية، عليهم معلقتين من السكر، نزلت كمان بنص كوباية من المية الدافية. أنا بعمل اختبار للخميرة، طبعا ممكن تعملي الاختبار ده بكوباية من الحليب أو بنص كوباية من الحليب، بس زي ما قلت لكم ده اختبار. لو الخميرة طلعت كويسة تمام نكمل شغل، لو طلعت مش كويسة وبايظة خلاص نرميها، ما يصعبش علينا نص كوباية الحليب. غطيتها بستريتش كده وسبتها في مكان دافي لحد ما تتخمر، وبحيث ان الخميرة دي هيظهر على على وشها رغوة كده. يبقى اتأكدت ان الخميرة بتاعتي شغالة. تمام. على ما الخميرة بتاعتي تشتغل انا حضرت نص كيلو من الدقيق. طبعا تقدري تستخدمي المقدار المتوفر عندك والمتاح ليكي. نخلته كويس جدا. انا استخدمت نص كيلو الا نص كوباية هستخدمها، هقول لكم هستخدمها في ايه دلوقتي. تمام. عندي كيس من اللبن البودرة هيدي غنى وقوام حلو قوي للعجينة، وانا بعجن هحس بيه، وفي نفس الوقت هيدي طعم حلو قوي للفطيرة. رشة ملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر هتديني خفة وهشاشة للفطيرة بتاعتي، ما تبقاش مكتومة كده. عندي هنا الخميرة بدأ يظهر عليها رغوة، ضفتها للدقيق. تمام. عندي علبة من الزبادي او كوباية صغيرة من الزبادي. انا استخدمت الكوبايه بتاعت الشاي الصغيره ال50 دي، مليتها زبادي كده او لبن رايب تقدري تستخدميه، تمام قوي. بيخلي العجينه آه، طريه وطعمه وخفيفه وزي الفل. بحاول بقى كده يعني الم العجينه كده من السوائل. انا هكتب لكم المقادير كلها برضو بالظبط وبالتفصيل الممل في صندوق الوصف، تقدروا تعملوها سكرين شوت تمام زي ما تحبوا. عندي كمان فنجان من الزيت، ممكن تستخدمي زيت من زيت زيتون او ممكن زيت نباتي عادي، تمام زي الفل. هعجن بقى كويس خالص، انا مش عايزه العجينه بتاعتي طريه كده وبتلزق قوي، لا. هبدا اضيف كمان رشه كده من الدقيق، حوالي ربع كوبايه، والمها كويس جدا. انا عايزه العجينه بتاعتي اعجنها عجنه محترمه لان انا بعمل فطاير. الفطاير بقى دايما بتحب العجن الكتير. طبعا ممكن تستخدمي عجان، تمام لو متوفر. لو مش متوفر الموضوع مش مستحق عجان، بنعجنها على ايدينا بالشكل ده لحد ما الدقيق يختفي. شايفين بقى، انا عايزه اوريكم القوام اللي زي الفل بتاع العجينه. عجينه بقى متماسكه كده، يعني الرطوبه بتاعتها قليله شويه وفي نفس الوقت بتلزق سنه خفيف قوي. هسيبها لحد ما تتخمر في مكان دافي، وبعد كده هبدأ أحضر الحشوة. أنا عندي سبانخ، سبانخ يعني خضار سهل ورخيص وزي الفل موجود عندنا. تقدري تستخدمي نص كيلو ربع كيلو زي الفل. غطيتها بمية بعد ما غسلتها كويس وحطيت عليها معلقتين خل وسبتها كده 10 دقايق. عندي بقى بصلتين كده محترمين، او انا استخدمت هنا حوالي 4 بصلات لان البصل اللي عندي صغير قوي. قطعتها لمكعبات بالشكل ده. عندي كمان حوالي 5 6 فصوص كده من التوم، دقدقتهم كده بالسكينة وبدأت ان انا افرمهم ناعم خالص على قد ما اقدر. تمام. عندي بقى شوية من الفلفل الملون. عندك فلفل اخضر تمام استخدميه زي الفل مفيش اي مشكلة. احنا بس عايزين ندي غنى كده للفطير اللي معانا. احنا طبعا لا عاملينها بلحمة ولا عاملينها بفراخ، فعايزين الموضوع يبقى غني شوية بحيث ان احنا ما نقفلهاش على نفسنا خالص يعني. فلفل احمر وفلفل اخضر تمام زي الفل. بعد ما السبانخ اتنقعت في المية والخل تمام زي الفل، شطفتها مرة واتنين وقطعتها لرفيع او قطع صغيرة خالص كده تمام زي الفل. انا استخدمت في للنص كيلو من الدقيق حوالي ربع كيلو من السبانخ، فالموضوع يعني مش مكلف قوي. في طاسة على النار نزلت بحوالي معلقتين 3 كده من الزيت مع حتة زبدة، ممكن تستغنى عن الزبدة لو مش متوفرة لكن هتدي طعم حلو قوي للحشوة بتاعتي. نزلت بكمية البصل اللي موجودة معايا، قلبت كده لحد ما البصل لونه يشف او لونه يتغير، يعني لونه يبقى شفاف. انا مش عايزة البصلة تبقى لونها اصفر. تمام كده تمام. نزلت عليهم بالاربع فصوص توم المفرومين، وعلى بال بقى ما
ريحة التوم تظهر. بحاول ان انا اخلي بالي بقى في الخطوة دي كويس عشان التوم بتاعنا ما يتحرقش. هنزل بالسبانخ المفرومة، حشوة غنية وزي الفل ولذيذة جدا، هتعجب الولاد قوي قوي. يعني بصوا مش هيبطلوا يطلبوها منك. لو وصلت لحد هنا ما تنسوش اللايك وتعليق يسعدني، وقولوا لي تسلم ايديك لو الوصفة عجبتكم. هقلب السبانخ كده كويس جدا. تمام، انا عايزة كل الشغل اللي انا بشتغله ده على نار عالية، بحيث ان الخضار على قد ما اقدر ما ينزلش سوائل او ما ينزلش مية. تمام، نزلت بنص معلقة صغيرة من الملح ورشة فلفل اسود. ممكن تستخدمي سماق متوفر مفيش مشكلة، بس انا اكتفيت يعني الملح والفلفل زي الفل. نزلت كمان بالفلفل الالوان، لو بتحبي الحشوة تبقى حارة ممكن تستخدمي فلفل رومي حار. تمام زي الفل. نقلب بقى كده الكلام ده كله مع بعضه. شايفين هنا طبعا السبانخ لابد انها تنزل المية بتاعتها. طب عاوزة اتخلص من المية، يعني النار عالية ومفيش فايدة. شايفين هنزل كده بمعلقة كبيرة من الدقيق، معلقة ممسوحة، يعني ما تخافوش مش هتأثر على الطعم. لكن الدقيق مجرد ما هتحطيه على الحشوة هيمتص السوائل خالص، مش هيخلي فيها اي سوائل. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك، يعني حاجة زي الفل. مفيش، الدقيق امتص كل السوائل اللي موجودة في السبانخ اهو ما شاء الله. بالنسبة بقى للعجينة بتاعتي، شايفين الله اكبر، نفخت كده ونفشت وخمرت وتضاعف حجمها. ده المنظر اللي بيسعدنا كلنا. تمام، هفرغ الهواء اللي موجود فيها كده، وهبدأ بقى كده يعني استخدمها بقى الاستخدام اللي زي الفل القاسي. يعني هنشكلها بقى بنفسنا. هنا الحشوة هنا تمام زي الفل. تقدري كمان انا تستخدمي اي نوع جبنة. انا استخدمت جبنة فيتا بتاعت السندوتشات. قلت بقى ايه اما اعمل لهم شوية فطاير كده واحشيها بالسبانخ. اللي حابب ياخد من المدرسة ياخد، اللي حابب ياخد في المدرسة قصدي ياخد، اللي حابب ياكلها في فطار في عشاء زي الفل، في غدا تمام مش هتقول لا. زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا جبنة رومي، جبنة شيدر، اي نوع جبنة. تمام مش هتقول لا. رشة دقيق كده على البورد اللي عندي، ياخد بقى قطعة من العجينة. رشة دقيق فوق ورشة دقيق تحت عشان اقدر اتحكم في العجينة. زي ما قلت لكم ان انا مش عايزاها تبقى يعني يبقى فيها رطوبة عالية، بحيث ان انا اعرف اشكلها كويس جدا. فردتها بالشكل ده. مش هفردها رقيق، يعني هفردها تبقى مفرودة كده بسمك وسط، لا رفيعة ولا تخينة. عندي بقى قطعة مدورة، عندي كوباية زي الفل، تقدري تستخدمي اي حاجة من الاتنين. هبدأ بقى كده ان انا اشكل كده دواير من العجينة. هلم بقى العجين الصغير ده، هبقى اقول لك تعرفي تقدري تعملي بيه ايه بعد كده. هبدأ انزل بالحشو كده في نص العجينة. طبعا تقدروا تنوعوا في الحشوات زي ما تحبوا، تقدروا تحشوها لحمة، فراخ، اي نوع خضار تمام زي الفل. جبن بس مش هتقول لأ. نزلت كمان بجزء حتة صغيرة كده من الجبنة الفيتا. تمام كده. وهبدأ ألم بقى العجينة كده، ألم طرفين كده لحد تلت الدايرة، وهبدأ ألم طرفين كمان وألمها كده، يعني أمسكهم كلهم في المنتصف لحد ما تظهر عندي كده فطيرة مثلثة شكلها حلو قوي. برضو تقدروا تلموها تبقى على شكل دايرة براحتكم خالص، بس المثلث بيبقى شكله حلو قوي في الفطاير دي. صينية كده مسحة خفيفة قوي من الزيت، وهبدأ أنقل الفطاير بتاعتي عليها. اخلص كل الكمية، بس انا عايزة اوريكم التشكيل نفسه، عشان في ناس طبعا التشكيل بالنسبة لها بيبقى صعب شوية. بعيني كده وبالنظر هبدأ اخد طرفين من العجينة لحد التلت. تمام كده. وبعد كده هاخد الجزء المتبقي اقسمه لتلتين كده بالشكل ده، وابدأ الزقه في بعض لحد ما يبقوا شكل المثلث. سهلة بسيطة خالص خالص، ومع التمرين ومع التدريب هتبقي أستاذة فيها. وما شاء الله يعني جميلة قوي وسهلة وبسيطة خالص. تمام، هخلص كل الكمية اللي موجودة معايا. طريقة التشكيل سهلة.
يعني اسفه لو طولت عليكم في الفيديو، بس في ناس مبتدئه لسه ما تعرفش النوع دوت من الفطاير، فانا حابه اشرحه لها بالتفصيل. طبعا ممكن تفردي على زيت، بس يعني احنا مش عاوزين الموضوع يبقى دسم قدر الامكان. اهو زي الفل. عايزه بقى اوريكم ازاي شكلتها بالكوبايه. اهو فردت العجينه وشكلتها بالكوبايه، يعني مفيش حاجه هتوقفنا، ما عنديش قطعه دائريه. لا يا اختي، الكوبايه بتاعتك اهي وزي الفل، وتقدري تشكلي بيها يعني زي ما تحبي. برضو هحط الحشوه سبانخ. زي ما قلت لكم ممكن تضيفي شويه من السماق وتستغني عن الفلفل الالوان ده، هتبقى تمام. مع عصره ليمونه بتبقى الحشوه مزه كده وطعمها حلو قوي. ممكن تستخدمي اي نوع جبنه، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه فلامنك، جبنه، اي نوع جبنه تقدري تستخدميها. هتديني برضو نتيجه حلوه قوي مع السبانخ. مش هتحسي بقى ان ده طعم السبانخ الفلات اللي الولاد كلها ما بيحبوش، لا هيبقى الطعم جميل قوي وقوي، وهيطلبوها منك على طول. اهو زي ما انتم شايفين، انا بس مش عايزه العجينه بتاعتي تبقى رقيقه قدر الامكان، عايزه يبقى فيها بس روح كده، بحيث انها لما تيجي تستوي تديني طراوه كده وتبقى يعني العجينه حلوه معايا. بخلص الكميه بتاعتي بالشكل ده كلها بقى كده. طيب بالنسبه بقى للي عندي بصوا اللي هما القطع الصغيره اللي فايضه من الدواير بقى، بتبقى بايخه قوي لما اجي اعملها وافردها والمها تاني. انا باخد بقى كده هشكلها على شكل كور كده صغيره، هلمها كده على السطح اللي انا بستخدمه، بعملها لدواير كلها بالشكل ده، عشان مش هرجع الم العجينه وافردها ويرجع برضو فيه تاني هادر. لا انا ما بهدرش اي عجين معايا. بفرد الكوره كده بنشابه تمام، وابدا احط فيها الحشوه، الجبنه والسبانخ. بلم بقى الاطراف برضو بنفس الطريقه وبنفس التكنيك، يعني الموضوع سهل جدا وبسيط خالص خالص. اهو انا قفلت لحد تلت العجينه، وهبدا بقى اخد طرف كده من على اليمين والطرف التاني من على الشمال، واقفل كويس على قد ما اقدر. انا مش عايزه العجينه بتاعتي لان لسه هتتخمر فيتضاعف حجمها، فلو ما كانتش مقفوله كويس الحشوه نفسها هتخرج بره، يبقى شكل الفطاير مش لذيذ يعني. تمام، ده كله وانا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 200 250 اعلى درجه حراره عندك. هنا خلصت نص كيلو، شوفوا ما شاء الله عمل كميه محترمه. عندي بقى ربع كوبايه من الحليب، معلقتين كده كبار من الحليب. بفرشه هبدا ادهن الفطاير بتاعتي كلها. تمام، تقدري تستخدمي شويه نسكافيه برضو تدوبيهم في شويه ميه، تقدري تستخدمي صفار بيض، براحتك خالص يعني. هبدأ بقى انزل برشة بسيطة كده من حبة البركة، رشة بسيطة من السمسم، يعني المتوفر عندك تقدري تسيبيها سادة. وهحط بقى الفطاير بتاعتي دي بعد ما ارتاحت وخدت وقتها وتمام، هحطها على فرن درجة حرارته 200 250 اعلى درجة حرارة، ما بتاخدش بتاع 10 دقايق دوبك هتستوي من تحت. لو الشواية عندك مش شغالة بتشغلي الشواية لحد ما توصلي للون ذهبي كده زي ما هتشوفي دلوقتي معايا. شايفين بقى بدأت تلون. طبعا عيني عليها، بحاول ان انا احرك والف في الصينيه كده واحده واحده. شايفين؟ اللهم صل على النبي زي الفل. بعد ما بتخرج مباشره بغطيها بفوطه كده عشان تفضل محتفظه بطراوتها زي الفل، ما شاء الله حاجه جميله قوي. حطيها بقى في طبق تقديم يروحوا يجوا عليها طول النهار. حطيها بقى في لانش بوكس المدرسة، هتبقى زي الفل، مش هتقول لأ. طعمها حلو، شكلها حلو كمان، يعني بجد حشوة اقتصادية، بدون لحمة بدون فراخ، حاجة كده ما شاء الله مالية البيت ريحة وجمال. زي ما انتم شايفين كده برضو طرية، الحشوة غنية جدا وجميلة. عايزاكم تجربوا الفطاير دي وتقولوا لي رأيكم. ويا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعوا لنا دعوة حلوة، ما تنسوش تعملوا كومنت كده، قولوا لي تسلم ايدك زي الفل اهي ما شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.